بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم واحد جليلبات دو بياس بالنسبه للبنات اللي كيبغيو ياخذوا حاجتهم على اتساع على رمضان ولا العيد ان شاء الله. هذه نصيحتي الصراحه للبنات اللي كيبقاو حتى لاخر لحظه، سواء في رمضان ولا في العيد، وعاد باش كتجيب لك الثوب وعاد كتولي هي مزيرانه وحنا مزيرين وهي حتى هي مزيره بياستها، ربما توجد ربما ما توجدش. دائما خذوا الحاجه على اتساع، خيطوا على اتساع. انا عارفه مثلا غنصايب واحد الجلابه لرمضان ولا العيد، نقدها بكري ونحطها، ما يعني حسن لي ما غنبقى انا مدروكه والخياط ولا الخياطه مدروكه. اللهم تاخذوا على اتساع. المهم اليوم جبت لكم هاد الجليلبات دو بياس بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يلبسوا في العيد ولا في رمضان جليلبات دو بياس. هذه اول وحده فيها هاد الخديمه تاع المردوخ، هذا بالماكينه بالكمبيوتر ماشي باليد كما كتشوفوا. في هاد الخديمه هكذا، وهذه في الكميمات على هاد الشكل. بالنسبه لهاد الالوان نتوما اللي كتعزلوهم، هاد اللوينات اللي في هاد الجلابه درتهم على حساب القفيطين، لا يعني الزواقه اللي في القفطان هي اللي خدينا منها الالوان ديال هاد الطرزه. الجلابه ملاقيه كامله بالرانده، نتوما الطرياس الملاقيه يعني كلها رانده كما كتشوفوا. ولتحت كاين تويب جوهره، غنوريه لكم في الكميمات. نتوما تبرطب جلابه دو بياس كما كتشوفوا بالقفيطين جوهره. علاش درت هاد القفطان جوهره؟ باش اللي بغات تستغلو، يعني كتمشي كتحيد جلابتها وكتستغل القفطان. كاين هاد اللوين وكاين هذا نفس الطرزه كما كتشوفوا. في هاد اللوين هذا غوز حتى هي عندها القفيطين جوهره كما قلت لكم، باش اللي بغات تستغل القفطان كتحيد الجلابه نتوما وكتبقى بهاد القفيطين. هاد الملاقيه اللي في هاد الجلابه مختلفه على الجلابه الاولى. شوفوا هاد الخديمه، وحتى هي كامله ملاقيه بالرانده وحتى القفيطين. نبعد لكم باش تشوفوا. هانتوما هادي ملاقيه بالكورميط وهادي بهاد الخديمه هادي. وكاينه هاد الجلابه حتى هي، شوفوا الطريزه ديالها مطروزه بطرز الفوطه. شوفوا هاد الطريزه كاينه في الصدر وكاينه حتى في الكميمات. وكما كنقول لكم دائما راه التصوير ما كيعطيش الحاجه حقها، يعني المباشر احسن من التصوير. هذه مخدومه بالبرشمان، هابطه بالبرشمان حتى لتحت. غادي نبعد لكم باش تشوفوها كيفاش كتبان. كما قلت لكم البنات اللي بغات شي جلابه يعني تاخذها قبل ما يوصل رمضان وقبل ما يوصل العيد على اتساع، كتكوني عارفه شنو خديتي وعارفه، ولا كتخيطيها يعني على اتساع كطلع الحاجه احسن من الحاجه المزروبه. هذه عندها قفيطين نوريكم هانتوما. شفتوا كيفاش كيجي؟ انا تعمدت باش ندير هاد القفيطنات باش يعني تستغلوهم من الاحسن. كتحيدي الجلابه وكتبقاي لابسه القفطان. الثمن ديال هاد الجلابه بقفطانها 700 درهم. بالنسبه للتوصيل في الامانه كتسكرينيو ليا البياسه اللي بغيتو، كتصيفطوا ليا العبار ديالكم. الارسال في الامانه ثمن الامانه 40 درهم. وشوفوا ليا هاد الجلابه حتى هي جلابه خطيره ما شاء الله. شوفوا الخديمه كيفاش دايره، هانتوما كلها هابطه من السطوق. شوفوا الخديمه باليد، طرز المسلول او السلان او كل واحد وشنو كيقول ليه.
شوفوا ما شاء الله، شوفوا الخديمه رقيقه. كنقرب لكم باش تشوفوا كلشي بلي ديتاي. شوفوا ما شاء الله الخديمه حتى في الكميمات عريضه هانتوما، والضريس الجلابه ملاقيه بالراندا هابطه حتى لتحت. غادي نبعد لكم باش تشوفوها كيفاش كتبان. شوفوا ما شاء الله غزاله غزاله ما شاء الله. شوفوا التويب د المليفه نتوما، نقرب لكم تشوفوا كلشي بلي ديتاي. شفتوا التويب طايح، والقميص كما قلت لكم. بالنسبه للقميص اللي فيها بالثوب د المسلم وبالطريزه، دابا نوريه لكم كيفاش جا. شوفوا الخديمه ديال الراندا ملاقيه كامله باليد، يعني جلابه طالعه كامله باليد ما فيهاش الماكينه نهائيا. بالنسبه للثمن ديال هاد الجلابه 1300 درهم. توصيل دائما في الامانه، ثمن الامانه 40 درهم. هذا القفيطين ديال الجلابه، شوفوا الخديمه ديالو دراندا كيفاش دايره. شوفوا الطريزه ملاقي بالراندا نص طوق، والطريزه حتى في الكميمات. وشوفوا الراندا كيفاش دايره في الكميمات، الطريس على جوج شعرات.